أسعد الله صباح النبلاء بكل خير. لعلكم بخير إن شاء الله. الله يجعلكم في الخير، ودائما ربي ينصركم ويحفظكم ويحميكم من كل شر. النبلاء يعانوا كثير. أنا طبعا دائما أصبح على النبلاء وأمسي على النبلاء وأدعي للنبلاء بالخير، والشرفاء والرجال المحترمين، أولاد الناس الأنيقين اللي يقدروا الأبطال وعيال الناس. أنا ما أتخاطبش مع من دونهم، ما سواهم أنا ما أتحدثش معهم دائما. أنتم تلاحظوا دائما على منشوراتي وتصبيحاتي وقصصي وحالاتي فمساكين تعبوا أنفسهم واشتروا قصدهم تعبوا الآخرين. والله ما إحنا دارين وينهم، قسما بالله. لو إحنا نهمهم نمع منا حاجة طوال السنوات هاي الحمد لله، لكن الله شرفنا لأننا أهلا للشرف. لأن إحنا أهلا للشرف كان لنا بصمات قوية جدا الحمد لله. الآن أصبح العالم ينظر لنا بكل احترام وإكبار وتقدير، ونعتبر رقم صعب يعمل له العالم في الفروسية في التقاط الأوتاد حساب كبير. الحمد لله، هذا شرف كبير لنا، لأن الله لا يوفق إلا من وفقه الله. الله لا يوفق إلا الموفق. الله لا يوفق إلا الشخص المخلص طيب القلب الذي يعطي من قلبه، ربي يبارك له ويعطي له. والشخص الخسيس الحقود المريض القابيلي اللئيم البغيض خسيس القلب، هذا ما يوفقش الله، دائما يجعله في أسفل سافلين، في الأراذل، دائما مكانه تحت، دائما ما يرتقي ولا يطلع. ولو طلع يطلع مسافة محددة ورجع ينزل أخس مما كان من أول، ينزل أسوأ. لأن الله لا يعز هين، الله لا يعز هين. فلما نغني حتى أمس أذكركم الكلمات ما يفهموش هذم المساكين. ولا نقول صباح الخير والكلمة الطيبة والأخلاق الاحترام والرجالة، ما بش فايدة. علي دور المطابيز كيف يحق بالله كيف يعمل. أنت عارف إنه بلال الصبري ده شرف لك. هو رايح كاس عالم ومن أقوى الفرق المراهنة على كاس العالم والمنافسة بقوة على العودة بكاس العالم هذا الموسم، الفريق اليمني. فهو في عزك وفي شرفك بلال الصبري، إذا كنت تفهم إيش معنى العزة والشرف. فأنا خطابي ليس مع أولئك اللي ما أتعاملش معاهم أنا أصلا، الحمد لله رب العالمين. بس أقول مساكين كم جهدهم، كم جهد القابلين هكذا. سود الله وجوهكم، أخزاكم الله. أيوة بلال الصبري يغني، من حقه إنه يغني. لو يجي يغني العمر كله على الإنجازات اللي عملها بفضل الله عز وجل. 18 ميدالية عالمية دولية بفضل الله، منها لقب بطل العالم، ومنها أول ذهبية تاريخية في باكستان فيصل أباد، وكأس أفضل فارس دولي على مستوى العالم في تصفيات صلالة 2018. أما أنت إيش عملت؟ إيش عملت أنت؟ تتكلم وأنت من كوز فاضي على قولتهم، فارغ. إيش عملت؟ أعمل شيء. لن توفق أنك تعمل شيء إلا إذا أخلصت نيتك لله عز وجل. قالوا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كل ما اهتديت وقربت من الله وأخلصت لله في عملك، ربي يبارك لك ويزيدك. ما لهم والله ما تقدر تحصل حاجة. صفوا قلوبكم، نظفوا قلوبكم القذرة النجسة الوسخة اللئيمة السوداء البغيضة، نظفوها والله، وتقسوها كذا واصل. العينات هذه في كل المجالات هي سبب البلاء والشقاء الحادث الحاصل لبلادنا. والله أنتم سبب البلاء والشقاء، عجل الله بهلاككم. عدمكم الله الصحة والعافية. الله يعدمكم الصحة والعافية ويقصر أعماركم. الله يعدمكم العافية، الله يعدمكم السعادة والهنا. الله يزيلكم. أسأل الله أنه يهديكم ولا يزيلكم. أنتم شباب الشقاء، من أسباب الشقاء للبلد هذه أنت العينة هذه القديرة هذه. الله يسود وجوهكم، الله يخزيكم. أنتم لستم أهلا للشرف. يعني قد الله ما وفقكم مش الحاجة أقل شيء. يعني قفوا بكذا محايدين، لا تشجعوا الأبطال وتأيدوهم توقفوا إلى جانبهم، ولا تبهذلوا بهم وتجلسوا تحاولوا تحكوا لهم. تمام، خليك كذا بعيد على الأقل، صفق من بعيد. لو أنت عندك رغبة تصفق، اعمل شيء كذا، اعمل لك بصمة. قد ما معكش حاجة أقل شيء اعمل لك حاجة، بدل ما تروح يا أخي بعد 100 سنة 200 سنة بيكون يذكر لك التاريخ باللعنات، يكون يقول عليه لعنة الله، قبح الله عليه، غضب الله. الله يجعله في جهنم وبئس المصير، يأكل من الزقوم ويشرب من الحميم. ليش اللعنات تجمع على نفسك؟ ليش؟ ما أنت عارف الدنيا زائل. لو تعمرت مليون سنة نهاية موت، وما دام نهاية موت فالمليون السنة هذه لا شيء أمام ما لا نهاية. فأنت ركز فين طرح رجلك، اعمل لك ذكرى طيبة، دعوات طيبة. الله يخزيكم، الله يخزيكم. وسلامي واحترامي وتقديري لكل شريف أصيل نبيل هانا فوق راسي كل من يحترمنا ويقدرنا ويقدر الأبطال اللي يعملوا بإخلاص وشرف لهذا البلد الطيب. هانا فوق راسي. الله ينصره ويحفظه ويبارك في صحته وعافيته ويطول بعمره، يرزقه المال والبنين والسعادة والهناء.
وطولة العمر والرضا والإيمان بالله عز وجل. الله يزيدكم من كل خير أيها الشرفاء والنبلاء. وأنا خطابي معاكم وأتكلم معاكم، ما أتكلمش عن الملفلفين. الله يسود وجوهكم. وبالأخير لا يقدر الرجال إلا الرجال، هذه خلوها في بالكم. لا يقدر الرجال إلا الرجال. لا يمكن للملفلف فاسل إنه يجلس يقدر الرجال اللي يحترمهم، لا يمكن، بالعكس يحكوا لهم يدور لهم المكايد. خيرة الله، ربنا يعيننا. وبلال بيغني عادي، يحق له يغني طول عمره، يحق له يغني يفتهن الدنيا حق الله، عايش حياته والله ما هو داري فينا ضمن الأوباش، والله ما هو داري وين، من فضل الله. احنا محميين بالله، الله معانا دائما. الله دائما ان الله مع المتقين، ان الله مع المخلصين، ان الله مع الصالحين، ان لا نضيع اجر من احسن عملا، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. الله كريم. البشر يمكن يجحدوك، يدردحوا بك، يشمتوا بك، لانهم بالذات السفهاء منهم الذي لا يقدروا الرجال ولا عيال الناس ولا الشرفاء ولا الابطال. تمام، لكن الله لا يمكن، كلا وحاشا لله، الله عدل كريم، احنا منتظرين لعدالته. تحياتي لكم ايها الشرفاء. 31 من يوليو 2023.